السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، ودائما في إطار الاقتراحات أو الوصفات الرمضانية نشارك معكم طريقتي السهلة والبسيطة في تحضير الدجاج معمر بالشعرية الصينية. كيجي ولا أروع. بقوا معنا حتى لآخر الفيديو باش تعرفوا الطريقة والمكونات. وبالنسبة للتتبيلة اللي غادا نتبل بها الدجاجة، عندي هنا 2 معالق ديال القزبر ومعدنوس، عندي نص حامضة مصيرة قطعتها على هذا الشكل، شوية ديال السمن، الملحة، العطرية العادية، عندي شوية التحميرة، شوية الخرقوم، سكينجبير وضماد الزعفران، وواحد المعلقة ديال المطارد كتخلي الدجاج كيجي رطب، يعني كيجي فتي وكيجي فيه واحد المذاق زوين. وغادا نضيف واحد شوية ديال الماء، غير شوية، ربع كاس، وغادا نخلطها. هنا ما درتش الزيت، درت غير الماء كيجي احسن. وهنا غنحاول يعني ديك الدجاجة نديرها في ديك العطرية مزيان، نحاول ندخلها يعني في كاع الجوانب باش العطرية كتدخل في الدجاجة كاملة. الدجاجة حنا غسلناه كيف ما العادة وخليناه يتسقطر. هنا غنخليها في ديك العطرية، الا بغيت تخليوها حتى تبات افضل. واحد المقلاة درت شوية ديال الزيت، درتو مع البصلة، مع 2 بصلات هكا، درت فص ديال الثوم والعطرية العادية، الابزار، الخرقوم، سكينجبير، والقليل من الملحه لانني دايره الملح في الدجاجه، ودايره هنا واحد الفص ديال الثوم نخليهم كيتشحروا. ومن بعد غندير شويه ديال الكفته، ما نكترش، يعني قياسا عندي واحد ما واصلاش رابعه، درت واحد 200 غرام، درتها ديال لا داند. غادا نخليها تشحر في هاد البصله، هي اللي غنعمر بها الدجاجه، كتجي زوينه هاد الحشوه، يعني ما ناكلوش غير الدجاج، انما كتكون واحد الحشوه من الداخل اللي زوينه. غنخليها هكا تشحر حتى هي مع البصله. هنا بعد ما تشحرت الكفته ضفت الشعريه الصينيه مع شويه ديال الزيتون مقطع وشويه القزبر ومعدنوس، وبقيت كنخلط فيهم. وبعد ما صارت الحشوه جاهزه ديال الشعريه الصينيه والكفته والبصله، غادي نعمر بها الدجاجه هكا جيدا. يعني ما تخافوش، هنا تستعملوا الكيردون ولا تستعملوا الخيط. هنا استعملت الخيط، حاول دورت عليها مزيان باش ما تحلش في الطياب، تخافوش منها. وبالنسبه للحشوه اللي شاطت ليا غادا نستعملها البريوات، يعني نرافقهم لها الدجاجه. هنا بالنسبه للطريقه لكم الاختيار، بغيتو طيبوها في الكوكوط ولا الطنجره ولا الفرن. هنا خليو هذيك العطريه اللي كتشيط لكم من الدجاجه غنستعملوها. هنا انا غادا نطيبها غير نص تطيبه في هنا في الطنجره، ونكملها في الفرن لان ما عنديش الوقت. خديت شويه ديال البصله وزدت ليه هذيك العطريه اللي شاطت ليا، وغادا ندير فيها الدجاجه نخليها طيب واحد شويه. من بعد غادا نهزها نديرها في الفران تكمل الطياب ديالها، راه دغيا كطيب ما تخافوش عليها. هنا خديت الدجاجه يعني جبدتها من الطنجره، ما خليتهاش، خليتها طابت غير شويه. غادي تكمل الطياب ديالها في الفرن، دهنتها بشويه ديال الكيتشوب والسمن وغندخلها الفرن. هنا الدجاجه ها هي صارت جاهزه، اللون ديالها جا كيشهي صراحه. غنحيد ليها داك الخيوطه ضروري، وغنرافقها بالبريوات والبطاطا طيبتها كذلك في الفرن يعني بشويه العطريه. وهذا هو الشكل النهائي لطبق اليوم، يعني الدجاج معمر بالشعريه الصينيه والكفته ورافقته بهاد البريوات. صراحه طبق سهل وزوين في المتناول تاع الجميع. نتمنى يعجبكم والطريقه كذلك تجيكم سهله. وكان هذا هو طبق اليوم أو فكرة اليوم، دجاج في الفرن، طريقة سهلة وبسيطة، نتمنى تجربوها. تلاقوا في فيديو جديد إن شاء الله، وصفة جديدة، مع السلامة.